لو عايز حد يطبطب عليك المرة دي بلاش أنا. مش هبقى أنا هذا الشخص. أنا النهاردة هتكلم معاك في الأفكار المسيطرة على دماغك. وات إف أنا قلت لك وأكدت لك إن أنت هتموت قريب، اديتك الميعاد، عرفتك أنت هتعمل إيه أول حاجة هتيجي في بالك، إيه أول حاجات هتعملها، إيه الليستة الطويلة اللي حضرتك هتعملها. الفكرة دي لو حضرتك حطيتها في بالك وبصيت عليها هيطلع لك منها مفهوم واحد بس. طبعا ربنا يسلم ويعافي وربنا يحافظ عليك، بس هيطلع لك منها مفهوم واحد بس، هو انه في حاجات النهاردة انت عارف ان هي ناقصة وانت محتاج تعملها ولكن انت متكاسل عنها. من هنا خليني اقول لك على حاجة مهمة. انت ليه بتعمل ده؟ بتعمل ده عن طريق اوبشن كده في دماغك انت مفعله، الا وهو ان انت متخيل ان انت هتعيش للابد، فبناء عليه انت غرقان في عادات قد تكون مش كويسة، قد تكون مضرة ليك، محتاج تعمل حاجات معينة وعمال تأجلها. فالدواء السريع لعلاج التأجيل والتسويف والكسل هو الفكرة دي. بس خد بالك، الأفكار هي الحاكم لتصرفاتك. فأنا بدور على إيه النهاردة؟ أنا بدور على حاجة تخليني أكنترول التسويف والتأجيل وكل ما هو بيعطلني. طيب، هل أنا عارف الحاجات دي؟ ده سؤال واحد، رقم واحد. اتنين، ما بعملهاش ليه؟ ده سؤال رقم اتنين. طيب هعملها امتى؟ ده سؤال رقم تلاتة. الأول، هل أنا عارف الحاجات دي؟ إزاي تعرفها؟ قلت لك دلوقتي، تخيل كده المشهد اللي أنا قلته لك دلوقتي ده، إن أنت خلاص عارف وقت النهاية إمتى. وقت النهاية ده هيبقى مدته بعد 10 أيام. وبالمناسبة في أفلام كتير أوي اتكلمت عن الموضوع ده. وقت النهاية ده 10 أيام، فأنت محتاج تعمل حاجات. الحاجات اللي طلعت في دماغك هي دي الحاجات اللي أنت دماغك عارفة إن أنت المفروض تعملها لكن مأجلها. طيب مأجلها ليه؟ ده سؤال رقم اتنين، مأجلها ليه؟ مش عارف. أنا كمان بعمل زيك. بس من وقت للتاني كده أنت مطالب إنك تتحكم في الأفكار اللي بتيجي في دماغك. تحكمك يا صديقي في الأفكار اللي بتيجي في دماغك ده قادر يشاور لك على الطريقة أو الطرق الصحيحة اللي أنت المفروض تمشي بيها. ودي حتة محتاجين نركز فيها أوي. تاني، تحكمك في الأفكار اللي في دماغك تحديدا في الجذور. الأفكار نوعين، نقدر نصنفها كده نوعين: في أفكار ذات جذور، أو في جذور وفي فروع. أنت بتلعب في أنهي حتة؟ ده مهم أوي. ده موضوع طويل وكبير، بس خد بالك ده له علاقة somehow بالهوية والايدنتيتي بتاعتك. نبقى نتكلم فيها فيما بعد، بس خلينا واحدة واحدة دلوقتي ناخدها فكرة فكرة بشكل بسيط. الفكرة اللي في دماغك هي اللي بتحدد انت هتعمل ايه الفترة الجاية. فلو حضرتك عندك فكرة على سبيل المثال ان فلان ده ما بيحبكش، هتلاقي نفسك اجريسيف معاه. سهلة. لو عند حضرتك فكرة ان هم في الشغل بتاعك هيمشوك، فانت هتلاقي نفسك بتتصرف بشكل مختلف سواء ايجابي او سلبي. في ناس تقول لك في الحتة دي والله انا اجتهد عشان يعرفوا ان هم من غيري هيتعبوا، وفي حد تاني يقول لك طب خلاص الف سلام. انا اللي بقول لك عليه ايه؟ اللي بقول لك عليه انه الامور من وقت للتاني بيفرق فيها الافكار. الفرق الوحيد ما بين بني ادم وبني ادم تاني هي افكاره. فسؤالي، انت بقى افكارك شكلها ايه؟ بتفكر في ايه؟ رايح فين؟ رازم ايه لبكرة؟ هو ده السؤال. فلو حضرتك من الناس اللي باصص لليوم على انه يلا اهو يوم ويخلص، اوكي، انا مش جاي النهارده عشان اقول لحضرتك انت بتفكر غلط. اه، دي حاجة مهمة نشاور عليها. انا مش جاي اقول لحضرتك ان انت النهارده بتفكر غلط، انما انا جاي ابيع لحضرتك فكرة انه ما يتناسب وما لا يتناسب. فايه اللي مناسبك اعمله يا فندم. اللي انت حاسس ان هو بالنسبة لك مفيد لخطتك، مفيد لشكل حياتك، مفيد لتطور حياتك، اللي مخليك. اصل خد بالك في حتة لازم تبقى واخد بالك منها. احيانا من كتر ما انا اتعودت على الالم فاصبح جزء من شخصيتي. نقول تاني، من كتر ما اتعودت على الالم وتجرع الالام دي اصبحت جزء من شخصيتي. عارف انت الهزار بتاع الصحاب لما بنيجي نقول له اه لا انت زعلان يا ابو حميد؟ لا لا، شكلك زعلان ليه يا عم وانا كلمتك؟ لا ما شتمتنيش النهارده.
انت ردحت لي باسمي. عارف انت الهزار بتاع الصحاب اللطيف ده، بعيدا عن قبولنا من عدمه، بس هو هزار اللطيف بتاعي انه انا اتعودت على شيء منك، بمجرد ما تغير حتى يا فندم لو اتغير للاحسن انت بتشعر ان في حاجه غلط. هي دي، هو ده نفس المبدأ. تعال بقى نروح للمبدأ ده من حتة تانية. أنا قد أكون اتعودت على تجرع الآلام، لذلك بقيت أشعر إن الحياة لا تستقيم بهذا الشأن. لو الحياة اتغيرت فهي مش مستقيمة، في حاجة غلط. تعال بقى نرجع خطوة كمان ورا، نبص على الفكرة بتاعتها. أنت النهاردة بتعمل إيه؟ أفكارك فيها إيه؟ راسم لحياتك رسمة شكلها إيه؟ هو ده سؤال، هو ده السؤال أنا محتاج تفكر فيه النهاردة. لو انت حاسس انه انا النهارده بيس والامور تمام وانا عجباني اوي، على سبيل المثال الفيديوهات القصيره وقاعدين نسكرول وبتاع ومش عارف ايه، ودماغك حاسه ان هي بتتملي وهي في الاخر ما اتملتش كويس، خد بالك يا فندم كتره وضع الميه في الكوبايات حلو ما بتغذيش ازاز الكوبايه. نقول تاني، وضع الميه في الكوبايه مهما انعاشت سنين في الكوبايه ما بتغيرش في ازاز الكوبايه. ليه؟ هم، فكر فيها كده. ليه ده؟ ليه اللي بقول لك عليه ده منطقي وصحيح 100%؟ هم، لأنه ببساطة الإزاز أو نوعية الإزاز أو نوعية معدن الكوباية أيا كان هو إيه، لابد من تعامل معين ليه. أنت كمان كذلك. خد بالك، على سبيل المثال الفيديوز بتاعت اللي انت قاعد تسكرول عليها دي وبتشعر انه ده انا بتعلم. لا يا فندم، مش كتر فرجة الفرجة على فيديوهات هتعلمك سواقة العربيات، هتعلمك سواقة الطيارات. ايه احنا هنتعلم السواقة اونلاين ولا ايه؟ لا مفيش كده طبعا، مفيش كده طبعا. انت محتاج الاول تفهم معدنك ايه، لابد انك تبقى عارف ده. معدنك ده، فهمك لمعدنك هيخليك تقدر تحط المعلومة في مكانها الصحيح، تغذي نفسك بالمعلومة في مكانها الصحيح. عشان كده احنا مصرين، انا مصر النهاردة ما اعملكش فيديوهات صغيرة، انا مصر ان انا ما احطلكش ميه في الكوباية. مش محتاج اعمل ده، بس انا محتاج انا وانت نفكر في معدن الكوباية دي نفسها، اخباره ايه. لو المعلومة بتيجي فيه بالتسخين، لو انت عايز تغير في ازاز الكوباية بتسخنها لدرجة معينة، يلا بينا نعمل كده يا فندم. انت ما بتعملش شيء من غير ما تغلي. احنا مش هنضحك على بعض. حط المية في الشمس وحط لها ترمومتر واعمل وخلي وسوي، في الاخر انت مش واصل لنفس النتيجة. ليه؟ لانه ببساطة انت ما غيرتش في اللي انت المفروض تغيره. عشان كده اقف مع نفسك، اسأل نفسك انت رايح فين وبتعمل ايه ورايح فين الفترة الجاية، وايه الخطوة النهاردة اللي لو عملتها انت عارف انها تساعدك، او ايه الخطوة اللي انت النهاردة وانت بتعملها انت عارف ان انت بتقضي وقت. لان انت عارف وانا عارف ان انت عارف، تاني، انت عارف وانا عارف ان انت عارف ان اللي احنا بنعمله النهاردة ده ما هو الا تضييع وقت. حطيتك على الفيسبوك، حطيتك على ايا كان الابلكيشن، I don't care about the applications. بس فكرة السكرولينج، فكرة ان انت ما بتضيفش جديد لحياتك، فكرة ان انت ما بتعدلش حاجة معينة، انت عارف كويس انها مش ماشي معاك صح. انت عارف ان مش دي الخطوة اللي انت المفروض تبقى بتاخدها. من فضلك اقف، من فضلك دايما فكر في انه انا مش هعيش للابد. صحة وطول عمر ليك طبعا، ربنا يحافظ عليك، انما انا مش هعيش للابد يا فندم خالص. انا ما اضمنش حد بكره، فانا النهارده اخلص اللي عليا يا فندم، اخلص اللي عليا واخلص منه تماما تماما. ليه؟ عشان ابقى ضامن ان انا يا اخي على الاقل حاطط راسي على المخده وانا مرتاح. صح ولا انا غلطان؟ لو انا غلطان قول لي انت غلطان. اشكرك، مش هطول عليك، اتمنى لك يوم سعيد، يا رب اكون بحاول افيدك. ان شاء الله من وقت للتاني نبقى بنتكلم مع بعض. من فضلك اسمع الفيديو مرة واتنين وتلاتة، اكتب لي، ابعت لي، اختلف معايا لو عايز، لابد ان يبقى في لغة حوار بيننا وبين بعض. شكرا ليك، وتمنياتي ليك بيوم سعيد، يا رب اكون فدتك النهاردة. سامحني لو ما كنتش اظرف الناس، بس احاول واحب ان انا ابقى دايما بقولك على الشيء الصح اللي يغير حياتك بشكل صحيح.